يتأثر الاقتصاد المصري بعدة عوامل، ومنها ما يؤثر على قيمة العملة الوطنية، وهي متمثلة في الآتي: الدخل القومي للدولة، وهو الدخل الخارجي والناتج المحلي للأفراد والشركات والمصانع، والاستهلاك المحلي للأفراد، ومعدلات البطالة والتضخم والأسعار، والادخار وعدم تشغيل الأموال، والنمو الاقتصادي. ويهتم الاقتصاد الجزئي بالتصرفات الفردية واتخاذ القرار وتحديد العرض والطلب بين الشركة والمستهلك في ظل كمية الموارد المحدودة. وهناك عوامل مؤثرة أخرى مثل الاكتفاء الذاتي والاقتصاد المفتوح والنمو السكاني والتغيرات في الطلب الإجمالي ومخزون رأس المال والتكنولوجيا والأيدي العاملة والمنافسة. وكل ذلك عوامل تؤثر على الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي في مصر.